بس كده كده خلاص في لجنه مؤقته هتدير. هو معايا على التليفون دلوقتي المهندس رؤوف جاسر، عضو مجلس اداره نادي الزمالك. باشمهندس ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن كريم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله الحمد لله. كان في اجتماع طارئ عشان موضوع الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه ان هو هينهي مده المجلس يوم 28 مايو القادم، يعني بعد حوالي اسبوعين. ومجلس اداره نادي الزمالك عرفنا ان هو رافض القرار وهيعمل مؤتمر صحفي بكره، وعمل اجتماع مجلس اداره طارئ، وحضرتك ما حضرتش الاجتماع برضه. انا في ظروف معلش، ده كان واجب ان انا احضره في الحقيقه، بس في ظروف قاهره لان كان يعني الوقت ضيق. لكن انا يعني اشتركت في الاجتماع من خلال مذكره بعتها برايي في الموضوع. انا عارف طبعا من امبارح من المباراه اتجاه اعضاء مجلس اداره في رفض هذا القرار. فانا بعت مذكره من كذا بند، اولها ان انا بايد تماما مجلس الاداره، ان اللائحه بتقول في الماده 48 ان مجالس الادارات اللي بتنتهي مدتها قبل الفتره المحدده للانتخابات اللي هي حددتها اللائحه من يوليو الى سبتمبر، اللي بتنتهي فترتها قبليها المجلس بيكمل لحد اقرب جمعيه عموميه وانتخاب مجلس اداره جديد. تمام. اللائحه صريحه في هذا الكلام، فده مخالفه صريحه للائحه. لو الوزير جه غير الكلام ده في اللائحه يوم الخميس، يبقى ده انا من وجهه نظري مع كل الاحترام لشخصه ده تلاعب في اللائحه. لان والغرض اللي انا بقول انا بايد مجلس الاداره ليه؟ لان حضرتك احنا داخلين على نهايه موسم وبدايه موسم، وفي فريق كره قدم وفي قرعه اتعملت وفي كاس افريقيا او وفي واخد بال حضرتك؟ وانت عارف نهايات الموسم وبدايه الموسم في اجهزه بتمشي واجهزه بتيجي، واستقرار لاجهزه، ولاعيبه بتمشي ولاعيبه بتيجي، وتعاقدات جديده في كل الالعاب مش كره القدم بس، اهمها كره القدم. تمام. فانك النهارده تجيب مجلس اداره جديد او لجنه جديده. طب ما تعجلوا بالانتخابات زي الاهلي عمل انتخاباته يوم 2/8 وفتح باب الترشيح، او هيفتح باب الترشيح يوم 16/6. مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي عمل عند انتهاء مدته تقريبا بالظبط، اذا كنت انا يعني دقيق في الكلام ده، انا مش قادر يعني اعتقد كده. النهايه دي بتاعت بدايه نهايه مجلس اداره، والبدايه دي بتبقى بعد تقرير بدايه الموسم تقريبا مع بدايات فترات الاعداد. ايوه. هيكون المجلس اوريدي خد وقته، واخد بال حضرتك، وعمل فتره، وعمل اللي هي الفتره اللي انا بقول عليها حضرتك اللي هي نهايه الموسم وبدايه الموسم بالتعاقدات بكل الكلام. والفرق بتبتدي فتره الاعداد يمكن في اغسطس اوله ونصه او حاجه من هذا القبيل. بس السنه دي الفرق هتبدا فتره الاعداد، يعني يا دوبك هتريح بس اسبوع ولا حاجه، ان الدوري مع نهايه الدوري. لا اعذرني في المواعيد دي. المهم اللي انا عايز اقوله، معلش انا قد لا اكون دقيق، مش في ذهني دلوقتي الفترات ماشيه ازاي، بس بدايه اغسطس المهم ان هيكون المجلس قام بدوره في بدايه الموسم الجديد، في اختيارات الاجهزه المختلفه، الالعاب، في التعاقدات، كل الكلام ده هيكون كل ده خلص. طيب حضرتك ماشي. انما احنا النهارده مجلس اداره يخلص 28/5، ازاي نعجل بالانتخابات؟ امتى يعني؟ طيب سؤال بقى لحضرتك يا باشمهندس. لا في نقطه مهمه، الانتخابات. ما انا هقول لك، هو برضه سؤال مهم يعني في نفس الموضوع. دلوقتي لو العمري فاروق او الاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه خلاص هو اعلن ان المجلس ده يوم 28، ويوم الخميس هيعلن القانون الجديد واللائحه الجديده، وفي نفس الوقت تمسك بانهاء مده المجلس يوم 28. يبقى العمري تصرف المجلس هيكون ايه؟ يا فندم انا مش مسؤول عن تصرف المجلس، انت حضرتك ما خلتنيش اكمل يا كابتن كريم. كمل يا باشمهندس، انا بسالك عشان برضه يعني ابقى عارف حضرتك ممكن ايه اللي يحصل في مجلس اداره نادي الزمالك. يا فندم انا ما اعرفش المجلس قاعد النهارده عمل ايه، حضرتك هنكلم حد من اللي اجتمعوا النهارده، انت بتسالني دلوقتي على المذكره اللي انا قدمتها، انا بحكي لك قدمت ايه، وانت حتى اشرت النقطه ما خلتنيش اشرحها. اللي هي ايه؟ اللي هي النقطه الثانيه اللي انا جمدت نشاطي في المجلس، انا جمدت نشاطي حتى لوسائل تفسيري ان انا ببحث عن منطق، انا بعلي صوتي وبقول ان هذا التصرف تصرف خاطئ جدا وبيهدد مسيره نادي الزمالك الرياضيه، ومن الخطا ان انت تغير مجلس الاداره سواء كان كويس او وحش على فكره. تمام. في هذا التوقيت، وده اللي انا قلته في المذكره، لكن حتى لا يساء التفسير انا نفسي ماشي 28/5، وانما المجلس الموجود لازم يقوم بمهمته ويكمل مسيرته، لان اي مجلس اداره بتجيبه جديد في الوقت ده حتى لو هو افضل من اللي موجود
حضرتك على بال ما يعرف الاجهزه عامله ازاي والدنيا عامله ازاي وهنا فين وفي فلوس ولا ما فيش فلوس وفي مش عارف ايه ولا بتاع، هتكون انت تقع في حزب ايه. طيب منين حضرتك عايز تخلي المجلس اذا اصر سياده الوزير اذا اصر سياده الوزير على هذا القرار، يبقى هو اللي بيتحمل مسؤوليه المشاكل اللي هتحصل في نادي الزمالك والوقعه اللي تحصل عليها. وما ينفعش يعني ما ينفعش. ما الدنيا برضو بالعقل. يعني ايه يعني الاستاذ عمرو فاروق يصر على قرار زي كده؟ انا مش فاهمها يعني. يعني طيب حضرتك بتقول ان انت يعني عايز مع المجلس ان هو يكمل لغايه الانتخابات. انا بتكلم في حاجه جنرال مالهاش علاقه بشخصي. انا فاهم. ما انا عايز اسالك برضه يا باشمهندس. انت انا عندي خلافات. انت مش مديني فرصه ان انا اسالك. لا اتفضل. حضرتك بتقول ان انت يوم 28 خلاص، يعني انت عايز المجلس يكمل لغايه الانتخابات، وحضرتك بتقول ان يوم 28 انت مش هتحضر. ايوه. طب ليه؟ لان لاعتبارات تانية خاصه بيا، وعلشان اقول للناس وانا بدافع عن هذا الكلام انا مش معناها بدور على حاجه. انا مش بدور على منصب ولا عايز حاجه، لكن هذا المجلس بص انا بعيد عن الاداره الى حد كبير، خلينا صراحه مع بعض. كويس؟ لان انت عارف الخلافات اللي بيني شويه في وجهه النظر مع الاستاذ ممدوح عباس، وانا مبعد عن الاعداد اللي بيعملوها، والاعداد وطبخ القرارات اهم من اجتماع مجلس الاداره نفسه. وانت تعلم هذا، انت راجل عندك خبره وعارف الانديه بتمشي ازاي. تمام. لما نقعد نبتدي نتكلم ونتفق هنعمل ايه في مجلس الاداره، يمكن ساعات اهم من اجتماع مجلس الاداره اللي كل واحد بالظبط. فانا بعيد عن هذه الاعداد وبعيد عن هذا الكلام كله. واخد بال حضرتك؟ تمام. فاذا انا وجودي من عدمه مش هيفرق كتير. كويس؟ فانا تنزها عن الكلام ده بقول وجهه نظري دي وانا ببعد، لكن المجلس لازم يقعد. انا بتكلم في مصلحه النادي يا كابتن كريم. طيب حضرتك ممكن تخليك معايا يا باشمهندس، انا معايا الناحيه الثانيه اللي هو مدحت بهجت، نعرف برضو ايه اللي حصل في اجتماع مجلس الاداره، ان حضرتك ما حضرتش الاجتماع. ست اللواء ازي حضرتك؟ اهلا يا كابتن كريم. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله يا كابتن كريم. اهلا. موضوع يعني حديث الساعه ان اللجنه المؤقته ومجلس اداره نادي الزمالك مدته هتخلص يوم 28 حسب قرار وزير الرياضه العمري فاروق، يعني تصرفكم هيكون ايه كمجلس اداره يا سياده اللواء؟ لا انا طبعا تصرف المجلس ده هيعلن عنه بكره يعني، فانا مش في حل ان انا اقول لحضرتك القرار المجلس، لان قرار المجلس ده معني بكل رئيس المجلس واعضاء المجلس، وده هيعلن بكره في المؤتمر الصحفي ان شاء الله يعني. مش قرارات عنتريه ولا حاجه، احنا بندور على المصلحه العامه. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني اقول لك وجهه نظري انا الشخصيه. انا ما اعرفش مين معاك في الاستوديو معايا. لا انا لوحدي، معايا على التليفون المهندس رؤوف جاسر وهو سامعنا. اهلا يا باشمهندس رؤوف. اهلا وسهلا يا فندم. طب ما هو الباشمهندس رؤوف بقى يعني، ما هو بس الباشمهندس رؤوف ما حضرش الجلسه، فانا يعني حضرتك حضرت الجلسه. هو لما جيت سالت المهندس رؤوف قال لي انا ما حضرتش الجلسه، فيعني نعرف من حد حضر الجلسه، فحضرتك حضرت الجلسه. هو الباشمهندس رؤوف تقدم بورقه عرضت علينا في بدايه الجلسه، وتقريبا هو الكلام اللي بيقوله الباشمهندس رؤوف انا ما اعرفش اقول لحضرتك، انما اللي هو قاله لنا واللي هو قاله امبارح سمعته في بعض التصريحات واللي انا اتكلمت فيه معاه امبارح، هو تقريبا ده فكر كل اعضاء المجلس. انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا كابتن كريم، طبعا العمليه مش عمليه شهر ولا شهر ونص، الكلام طبعا يعني اللي بيتكلم في حاجه كده عيب نتكلم فيها يعني مش شهر ولا شهر ونص هو اللي هيقعد المجلس عايز يقعده، او حتى تربطات انتخابيه والكلام ده كله على الترابيزه، يعني كلام صغير يعني. اعتقد بعد ثوره يناير المفروض ان ما فيش حد مجبر دلوقتي على ان هو يروح حد عشان يقول له اديني صوتك ولا يهدده انه يعمل ايوه ولا عينك، الكلام ده خلاص بقى عفى عليه الزمن، ما يصحش انه يتقال يعني. انما عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا دلوقتي يمكن انت برضو راجل رياضي وتفهم كويس قوي يعني ايه نهايه الموسم وبدايه موسم جديد، خاصه ان في تداخل في نشاط كره القدم بالذات. احنا عندنا ماتش مع الاهلي باذن الله يوم 20 21 او 19 يعني في شهر 7 بالظبط في البطوله الافريقيه، عقوبه في شهر 8 مع اليوبار. يعني العمليه الفرق الرياضيه كلها دلوقتي الاجهزه الفنيه بعد انتهاء الموسم بتعتبر في حكم المستقيله واعاده تشكيل الاجهزه الفنيه، لعيبه رايحه لعيبه جايه، بالاضافه للحاجات الاداريه بقى النادي داخلين على مصيف والاجازات ومحدد الاستعدادات عشان خاطر الاعداد اللي بتتوافد على النادي، في حاجات كتيره يعني. بغض النظر بقى عن مدى نجاح او عدم نجاح المجلس الفتره اللي فاتت، وهو مش على شهر ونص بقى الكلام هو ده اللي هيجيب يديب من ديله، كلام يعني ما يتقالش يعني، مش الفكره هيجيب يديب من ديله، لا بس في مشاكل موجوده. احنا يعني المجلس الحالي هو اللي كان معاصر هذه المشاكل
وبيستحق الحلاها وبيحاول يسعى جاهدا. انما انا لما اجيب واحد النهارده واقول له اتفضل تولى 40 يوم اعمل انتخابات وادير النادي، ده انا يعني بذبحه وبأذي النادي جدا. احنا بنقول دلوقتي الهدف الوحيد اللي اعلن عنه من القرارات، طبعا سياده الوزير العمري فاروق احنا ما نعرفش القرارات دي صدرت ولا لا، انما قيل ان هو في تصريحات صحفيه قالها. فانا بقول الهدف الوحيد اللي معلن من حسب ما قيل ان هي الشفافيه. والشفافيه دي على نادي الزمالك بس، كل انديه مصر مجالس اداراتها بما فيهم النادي الاهلي هتتولى الاشراف على الانتخابيه. فهل عدم الشفافيه موجوده في نادي الزمالك بس؟ ومع ذلك ماذا يدير الشفافيه لو انا شكلت لجنه لاداره العمليه الانتخابيه زي الانتخابات اللي بتمر بيها البلد حتى الرئاسيه؟ في لجنه للاشراف على الانتخابات مع استمرار مجلس الاداره. نعم، مع استمرار مجلس الاداره. إدارة النادي بيترك لمجلس الاداره بيستكمل اداره النادي الى ان يقوم بتسليم المهمه للمجلس الجديد باذن الله. يعني حضرتك الاقتراح ان مجلس الاداره يستمر لغايه الانتخابات وفي لجنه بالاضافه الى لجنه يتم تعيينها هي تكون لجنه مخصصه لاداره الانتخابات. العمليه الانتخابيه. وبعدين بقى لا اصل يبقى مجلس الاداره على الترابيزه بياخد قرارات المجلس الاداره بتروح للجهه الاداريه تعتمدها. لو رأت ان في اي قرار لمجلس الاداره مرتبط باشياء انتخابيه يا سيدي ما هي ممكن ما بتراجعنا فيه. يعني وما اعتقدش الناس اللي موجوده في المجلس يعني مش شايف يعني كلام حقيقه. يعني ايه القرارات اللي هناخدها اغراض انتخابيه؟ وزي ما قلت لحضرتك الاوضاع اتغيرت يعني. بالاضافه بقى الى النواحي القانونيه ان اللائحه مجلس جه من خلال لائحه معينه، اجي النهارده اغير اللائحه واطبقها عليه هو. يعني مش عايز ادي امثله الانديه الثانيه اللي كان انتهى في شهر 12 وتمد له 7 شهور، واللي انتهى في شهر 4 وتمد له 5 شهور. يعني دوت احنا مش عايزين مد يا جماعه، اقسم بالله ما في واحد في المجلس بيسعى لهذا. ماشي، بس في قضيه مرفوعه يا سياده اللواء. سياده اللواء في مجلس الاستاذ ممدوح عباس او الاستاذ ممدوح عباس رافع قضيه عشان يمد فتره المجلس. يا بيه ده موضوع تاني يا كابتن. انا فاهم. القضيه امتى اساسا؟ المفروض الحكم في القضيه امتى او الجلسه امتى؟ الجلسه يوم 28/5 يعني في نفس اليوم. انا ما عنديش فكره بقى في نفس اليوم تاني. انما انا بقول لحضرتك حاجه يعني ما نربطش موضوعات ببعضيها. اذا كان في واحد شايف انه له حق قانوني فما يقدرش حد يقدر يمنعه، بغض النظر بقى عن راينا في الموضوع ده حق قانوني ما حدش يقدر يحميه منه. اللي انا بقول لحضرتك الهدف من الكلام اللي انا بقوله دلوقتي لحضرتك ليس الجلوس على كرسي مجلس الاداره المحدث او انا اللي هجيب من ديله. لا، انا بقول استقرار، خاصه ان البعض بيستشعر ان احنا داخلين في مرحله صعبه في الفتره اللي جايه، خاصه في يعني في كل بالظبط. طبعا، وخاصه في كره القدم. ما فيش داعي للقلاقل داخل النادي. دي وجهه نظري يعني. تمام، بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء مدحت بهجت. ونرجع تاني للمهندس رؤوف جاسر لو هو عايز يعلق الباشمهندس رؤوف على كلام سياده اللواء مدحت بهجت. باشمهندس قفلت ولا معانا؟ طيب شكله قفل التليفون. المهندس رؤوف جاسر. نكمل اخبارنا. ويعني اللواء مدحت بهجت بيتكلم برضه في نقطه مهمه لازم نحطها في الاعتبار، ان المجلس او يعني اي مجلس اداره في فتره زي دي النادي بيبقى محتاجه، مش محتاج بقى لجنه مؤقته تدير النادي ويعني نهايه موسم وتجديد لعيبه ومستحقات وتعاقد مع لعيبه جداد وموظفين شغالين في النادي، مصايف، يعني حاجات كتير جدا محتاجه المجلس اداره. هو قال فكره كويسه، ولكن طبعا انا يعني مش راجل بتاع لائحه او مش عارف اللائحه، فما اقدرش اتكلم في نقطه ما اعرفش هل هي لائحيه ولا لا. يعني هل اللائحه ممكن تجيز ان يكون في لجنه تدير العمليه الانتخابيه بجانب وجود مجلس الاداره في النادي؟ الله اعلم يعني. لكن هي فكره كويسه، ونتمنى برضه ان سياده الوزير العمري فاروق يراعي مصلحه الانديه في الحته دي، ان الشهرين دول مهمين جدا وفي عدم استقرار والكلام ده. طيب مهندس رؤوف جاسر رجع لنا تاني. يا باشمهندس. كابتن كريم، انا سمعت كل اللي قاله اللي هو مدحت، بس يظهر ان حصل خطا لما جم يقفلوا عليه قفلوا عليا انا. مفيش مشكله، انا مع بعض. سمعتك يعني. لا مفيش مشكله. حضرتك تحب تعلق على كلام اللي هو مدحت بهجت؟ الكلام اللي قاله ده اللي تقريبا اللي انا كنت بقوله لك يعني. بالظبط. بالك الغرض، شوف يعني انا حتى في المذكره اللي انا كتبتها قلت انا بناشد كل الناس المنتمين لنادي الزمالك مهما كان عمق خلافاتهم مع المجلس، الهدف الرئيسي لازم نتفق عليه بغض النظر عن كل واحد فيه نوايا ايه من جواه. لكن في النهايه ان النادي الزمالك بيمر بفتره بدايه موسم، ما ينفعش ان انا امشي مجلس
واجيب مجلس تاني مهما كان كويس واحسن من الاولاني مش هيقدر ينجز، مش هيقدر يعمل حاجه، وحجج واضحه. هيطلع يقول لك انا ما كانش عندي وقت، الناس دي سايباني مخالفات مش عارف ايه، سايباني مشكل ايه، وتضيع الحقيقه ويضيع النادي. ايوه واخد بال حضرتك؟ الحاجه بقى اللي انا كنت عايز اضيفها لحضرتك ان انا كمان كتبت، يعني ارجو انه يسامحني الاستاذ ممدوح، اطالبه بالنقطه اللي انت اتكلمت فيها دلوقتي، رغم ان الكلام اللي قاله اللي هو مدحت كلام منطقي جدا، ان ده موضوع وده موضوع تاني. لكن انا كتبت في البند السادس اناشد الاستاذ ممدوح عباس انه يتنازل عن القضيه. يتنازل عن القضيه بتاعت مده المجلس، الماده بتاعت ال 15 شهر. لان من وجهه نظري ان لا في قبول من الاعضاء ولا قبول من الجماهير ليها. وبعدين عشان نثبت برضو اكتر ان احنا بندور على المصلحه ما بندورش على المكان، رغم ان انا يعني مع كلام اللي هو مدحت برضو ان من كل حق كل واحد يدافع عن حقه اذا راى فيه، لكن انا لازم كمان اشوف الراي العام ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي، وانا شايف ان ملهاش لازمه خصوصا ان احنا داخلين على طيب حضرتك خلاص خدت قرار نهائي بنزول انتخابات النادي الزمالك على منصب الرئاسه؟ لا لا لا، انا والله العظيم انا ما باخدش القرار الا لما حد عارف في انتخابات ولا لا. تقدر انت تقول لي دلوقتي وانت في مكانتك دي ومتابعتك وراجل اعلامي مرموق، المفروض في انتخابات، ايه اللي هيمنع الانتخابات؟ القضيه يعني مثلا؟ اي حاجه، القضيه ممكن، اي قرار فوقي ممكن، الله اعلم. فلما يبقى في انتخابات وتعلن يبقى ساعتها يعني قصه ان النادي نخش في دايلما الانتخابات وكل واحد يسعى ونبتدي نتكلم على بعض ونعمل من بدري واحنا ماشيين في موسم وفي تمام نشاط رياضي وكرة القدم، أنا ضده تماما. تمام لأني ما زلت كمان، خصوصا إن أنا ما زلت مسؤول، حتى لو كنت أنا اختصرت نشاطي شوية الأسباب عشان نبعد عن الخلافات، لكن أنا ما زلت مسؤول، واخد بالك؟ تمام. والله أنا مقتنع بده، مش تمثيل. لا والله ماشي، أنا بسمع حضرتك، والله أنا ما قلتش حاجة. يعني أنا بقوله عن قناعة يعني فعلا. تمام. أي حاجة. بشكرك يا باشمهندس وبالتوفيق لحضرتك والكل.